طعمها فظيع وريحتها جميلة جدا. كيكة الليمون. يلا بينا نشوف هنعمل احلى صينية كيكة ليمون ازاي، بمقادير بسيطة جدا موجودة عندك في البيت. يلا بينا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة من احلى واطعم الكيكات اللي بنعملها مع بعض، او اللي هنعملها مع بعض النهارده، وهي كيكة الليمون. كيكة الليمون طبعا مكوناتها سهلة وبسيطة جدا، موجودة في كل بيت. ان شاء الله ما تاخدش منك مقادير كتير ولا حاجة. المكونات بتاعتنا عبارة عن كوباية سكر، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، زبدة أو سمنة، نص كوباية المتوفر عندك، لو مفيش زبدة يبقى سمنة ماشي، زبادي أو لبن لو متوفر، لو مش متوفر عادي خلاص مش مشكلة. بس الزبادي أو اللبن بيخلوا الكيكة بتاعتنا طرية. بشر ليمون. وطبعا بشر الليمون اللي هتستخدميه تبشري اللي هي الليمونة، اللي هي ما تاخديش الطبقة، يعني هناخد الطبقة الصفراء بس، ما تدخليش على الطبقة البيضاء، لأن الطبقة البيضاء ديت هتخلي الكيكة بتاعتنا مرة. تمام. طبعا عصير 3 ليمونات اهو، وبودر وفانيليا، والسكر بتاعنا، وكوبايتين 2 دقيق بس. ودي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها في الكيكة بتاعتنا ان شاء الله. الطريقة بقى بتاعتنا ان شاء الله، هنبدأ اول حاجة طبعا هنسخن الفرن بتاعنا. تاني أو دي أول حاجة طبعا في عمل الكيك، إنك تسخني الفرن. لأن الكيكة طبعا لازم تدخل على الفرن سخن على درجة حرارة 180 درجة. وبندهن الصينية بتاعتنا بالزبدة والدقيق زي ما انتم شايفين كده. أول حاجة هنعملها، هاخد الزيت مع السكر واضربهم بالمضرب على السريع كده لغاية ما لونهم يبقى أبيض تماما. زي ما قلت لك ممكن تستخدمي زبدة لو متاح زبدة. انا ما عنديش زبدة فهستخدم زيت مع السكر. هضربهم بقى بالمضرب ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بعد ما ضربنا السكر مع الزيت او الزبدة ولونهم بقى ابيض زي ما انتم شايفين كده، هننزل بالبيض بتاعنا. 3 بيضة بدرجة حرارة الغرفة زي ما قلت لكم. وما دام حطينا البيض يبقى هننزل بالفانيليا بتاعتنا على طول، وعصير وبشر الليمون. طبعا لسه هضربها بالمضرب، قبل ما احط الدقيق هضربها شويه بالمضرب. دي معلقه بشر ليمون زي ما قلت لكم، وعصير الليمون بتاعنا. هضربهم ضربه كده بالمضرب، اوريكم شكل الخليط عامل ازاي قبل ما نحط الدقيق والبودر بتاعنا. وطبعا هحط على الدقيق بتاعنا رشه ملح بسيطه. هضربها واوريكم شكل الخليط بتاعنا عامل ازاي. ده شكل الخليط بتاعنا اهو بعد ما ضربته بالمضرب شويه. ريحته بقى مش عايزه اقول لكم فظيعه، الليمون بجد. ليمون عشان طبعا فريش، مش معلق ولا حاجه. ريحته جميله جدا وقلب المكان. وطبعا طعم الكيكه ان شاء الله هيبقى بنفس العسل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هننزل دلوقتي بالدقيق بتاعنا. قبل ما انسى برضه معلقه خل، عشان على طول بنسى معلقه الخل دي. معلقه الخل في اي معجنات زي ما قلت لكم بتخلي ما شاء الله المعجنات بتاعتنا جميله جدا. هنزل الدقيق على يعني الدقيق مش هنزل بمرة واحدة، هنزل بيه 3 مرات. وكل مرة يعني يدوبك بس هحاول ان انا اخلط الدقيق بس مع السوائل، مش هضرب كتير عشان الكيكة بتاعتنا ما تعطلش.
بس كده. كيكة سهلة جدا ومقاديرها كلها موجودة في البيت، والبنات الصغيرين يعملوها بكل سهولة وتطلع معاكم ان شاء الله حلوة من اول مرة. طبعا الفرن بتاعنا سخن، واهم حاجة في نجاح الكيكة بتاعتنا دي او اي كيكة عموما، انك ما تفتحيش الفرن خالص في ال25 دقيقة الاولانية. تمام. لانك طبعا لو فتحتيه قبل كده الكيكة بتاعتك تهبط ومش هتبقى ناجحة معاكي. الخليط بتاعنا دلوقتي جاهز اهو، نصبه في الصينية. الصينية بتاعتنا هنصب بقى الخليط على طول. دي كده شكل الكيكة بتاعتنا اهي. دي شكل الكيكة اهي، هندخلها الفرن، بتقعد من 35 دقيقة ل40 دقيقة، ونشوفها ان شاء الله. قبل ما نطلعها من الفرن بنعمل لها اختبار ونشوف الصوص اللي هنحطه عليه. دي شكل العسل بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. قعدت في الفرن بالظبط 35 دقيقة. عملنا لها طبعا اختبار بالشوكة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وحط لها الصوص بقى دلوقتي عليها، اللي هو كوباية، يعني نص كوباية سكر مطحون عليها عصير ليمونتين، هسقيهم بيها. شايفين العسل؟ دي شكل كيكة الليمون بتاعتنا. شايفين لونها جميل ازاي؟ ريحتها جميلة جدا جدا جدا. اتمنى يا رب تجربوا الوصفة بتاعتنا النهاردة. وطبعا زي ما قلت لكم، من أهم أسرار ونجاح كيكة الليمون أو الكيك عموما، إنك تكون كل مكوناتنا بدرجة حرارة الغرفة. وطبعا متفتحيش الفرن على الكيكة أو في أول 25 دقيقة. والليمون ناخد الطبقة الصفرا بس، نبعد عن الطبقة البيضة خالص، عشان الطبقة البيضة دي بتخلي الكيكة بتاعتنا تمر. أتمنى الوصفة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم. وياريت اللي مش مشترك معانا في قناة على اليوتيوب يشترك معايا. تعليق حلو منكم. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.